السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي أخواتي، من بعد ما أدينا طواف الإفاضة والسعي في مكة نهار العيد، غنرجعوا لمينان باش نباتوا فيها وجوبا نهار 10 ديال الحجة. ومن السنة أننا نصليو الصلوات الرباعية بالتقصير. الغد ليه يعني نهار 11 ديال الحجة كنبداو رمي الجمار الثلاث، وكيف ما ذكرنا من قبل نتجنبوا الأوقات اللي فيها الزحام بزاف باش ما نلقيوش بنفوسنا للتهلكة. كنمشيو للموقع ديال الجمرات، كنبداو الرمي، كنسبقوا الجمره الصغرى، كنرميو فيها 7 ديال الحصيات وجوبا، كنرميو وحده مور وحده، وفاش كنبغيو نرميو كل وحده كنقولوا الله اكبر. ملي كنساليو الرمي في الجمره الصغرى كنتوجهوا للجمره الوسطى، وكنرميو فيها حتى هي 7 ديال الحصيات. وإلا ما كانش الزحام بزاف وتيسر لينا نستقبلوا القبله ونوقفوا وقت يسير نطلبوا الله سبحانه وتعالى فذلك سنه، ما تيسرش لينا نرميو ونمشيو فلا حرج في ذلك. من بعد كنتوجهوا للجمره الكبرى وهي جمره العقبه اللي رمينا فيها نهار العيد، وكنرميو فيها حتى هي 7 ديال الحصيات. وما نساوش سنه التكبير. كنباتوا في مينان، والغد ليه يعني نهار 12 ديال الحجه كنعاودوا نرميو الجمار الثلاث بنفس الطريقه اللي درناها نهار 11 ديال الحجه. ملي كنكملوا الرمي ديال نهار 12 ديال الحجه كيولي عندنا الحق نخرجوا من مينان ونرجعوا لمكه، ولكن بشرط نخرجوا من مينان قبل غروب الشمس. اما الا شدنا الغروب فكيتوجب علينا نعاودوا نباتوا الليله الثالثه. الغد ليه يعني نهار 13 ديال الحجه نرميو الجمار الثلاث بنفس الطريقه ديال الرمي اللي درناها نهار 11 و12 ديال الحجه. من بعد كنرجعوا لمكه وكنحافظوا على اداء الصلوات الخمس في المسجد الحرام اللي الصلاه فيه كتعادل 100,000 صلاه، ونحاولوا نديروا طواف التطوع على قدر الاستطاعه ديالنا. وما نساوش اننا خاصنا نكونوا قدوه لغيرنا في حسن الاخلاق والسلوك بحرمه الزمان والمكان. دابا وصل الوقت اللي غنخرجوا فيه من مكه، فقبل ما نخرجوا غنمشيو نديروا طواف الوداع وطريقه الاداء ديالو بحال الطريقه اللي درناها في الطواف من قبل. ملي كنكملوا طواف الوداع كنتقابلوا مع مقام سيدنا ابراهيم وكنصليو 2 ركعات. من بعد كنشربوا ماء زمزم وكنمشيو للملتزم. كيف ما ذكرنا من قبل قدرنا نوصلوا ليه مزيان، ما قدرناش نتقابلوا معه من بعيد، ونسأل الله سبحانه وتعالى من خيري الدنيا والآخرة. وفي هذه اللحظة كنكونوا سالينا المناسك ديالنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.